السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. لو انتي عروس او مدام وعندك مناسبة ودايرة خلطة على تفتيح جسم وترتيب تفتيح بطريقة جميلة، فتابعي الفيديو ده بيلزمك. دي علبة، جيبي علبة، دي علبتين انا كنت مستخدمة فيها الخلطة قبل كده وخلصت بعد ما جربتها وقلت اشارككم معاي تفاصيلها. يلا جيبي زيت الروز او زيت الورد، وجيبي زيت اللوز، وجيبي كمان صباعات دي ممكن تعملي لها سكرين. قبل كده اتكلمت لكم عنها، ولو حابين اتكلم لكم عنها تاني بعمل لكم بيها فيديو. طيب، واللوشن اللي انت عايزاه، وانا هنا استخدمت اللوشن بتاع بيور سكين. ممكن تستخدمي برضو علبة بتاع التفتيح، لكن اللوشن تفتحه اسرع. كب اللوشن او الكريم اللي انت عايزاه. انا طبعا قاعده اكب نص نص نص، بعد اخلص النص تاني بياك اكب تاني. زيت الروز ده حلو لو اتمسحتي بيه وساي شفتي بيفتح ما شاء الله تبارك الله. ما عندي مقادير بالضبط، يعني بكب نص العلبه وبكب معاها يعني زي ملعقتين كده تقريبا، عينك ميزانك. بكب ملعقتين من كل الزيوت اللي عندي، كل ما كان عندك جنين قمح كبي. شفتي الزيوت هي اللي بتفتح، وهي ليه؟ لانها بترطب الجسم. فالكريم بيقشر، الصباعات بتقشر وهي دي بترطب، تقشير وترطيب في نفس الوقت، فبيكون جسمك حلو شديد. كبيت الصباعات، كبيت يعني زي ما قلت لكم، يعني ما عندي مقادير معينه، بقلل كميه الصباعات، يعني مثلا زي ملعقه صباع وملعقتين زيت الترطيب، ونص العلبه كامله بتاعت اللوشن حقك. عايز شفتيها تقيله ضيفي لها ماء ورد بسيط عشان اخفف، واعملي ميكس للكريم. بعدين تعالي تمسحي بيها مساء، مرة واحدة في اليوم بالمساء. لو عروس استخدمي صباح ومساء. لو عايزاها تحافظي على لونك، يعني كده بعد ما فتحت جسمي خلاص فتح، استخدميها مرتين في الاسبوع او 3 مرات ماكسيمم، يعني بتخلي جسمك محافظ، يعني محافظ على اللون، لانه فيها زيوت كتيرة مرطبة. بعد تمسحتي تيجي تلبسي الاكياس. طيب في ناس يقول لي انا ما بحب الكيس، عادي ممكن ما تحبيه وممكن تستخدميه يعني ساعة نص ساعة. المهم هو الكيس بيخلي انه الجسم يمتص الكريم اكتر عشان الجسم يستفيد منه. وبعد ذاك تستخدمي معاها مقشرات. المقشر خليه مرة واحدة في الاسبوع افضل. شكرا لكم، السلام عليكم.